السلام عليكم يا رجاله، يلا ادعمونا كده بلايك جميل من عندكم. الرجاله اللي بتنسى بس كده حط لايك وتعالى نرد على الاسئله. الاستاذ علي احمد كان قال ان الكاوتش بيريح عنده كل يومين ثلاثه كده ومش عايز يحط ماده ومش عارف المشكله فين، فانا كنت قلت له ان هي مخرومه. فهو الراجل بيقول ماشي، هو هيكشف عليها وكده، وبيقول مع العلم، هو بيقول يعني مع العلم ان هي عملت كده بتريح كل يومين بعد ما لحمها ميه. اغلب ظني يا محترم ان ده بعيد عن اللحام، يعني هتلاقي خرم بسيط بعيد عن اللحام، ده اغلب ظني، انما احتمال ضعيف يكون اللحام برضه بينفس، وانا ما اظنش الحكايه دي. اغلب ظن ان في ثقب بسيط تاني بعيد عن اللحام، فاكشف عليها كده ودقق فيها، هتطلع ثقب بسيط خالص. الحمه روعه بالسولوسيون ولا ماده ولا اي حاجه. الاستاذ بو عدي او ابو عدي بيقول يعطيك العافيه، الله يخليك يا محترم، كل سنه وحضرتك طيب. بيقول هو معاه حلاوه سما 2021 وبعدين السحب ما كانش عاجبه، فالميكانيكي قال له غير الكورونا فغيرها. بعد كده ايه اللي حصل بقى؟ بيقول لما الموتوسيكل بيبقى بارد، واجي امسك الدبرياج بسمع صوت كده، في تكتكه كده بتحصل لما باجي امسك الدبرياج. انما الموتوسيكل لما بيسخن، سواء مسكت دبرياج او ما مسكتش دبرياج، ما يبقاش فيه تكتكه، يعني مفيش مشكله والموتوسيكل سخن، هو بارد بس يبقى فيه تكتكه كده لما بيمسك الدبرياج. تمام. فايه المشكله؟ مبدئيا يا محترم، شوف يا استاذ ابو عدي، الاصوات دي من الحاجات اللي الواحد يا يشوفها يا يسمعها، ان انا لو ما شفتهاش وما سمعتهاش هتبقى عباره عن شويه توقعات، وانا هقول لحضرتك توقعاتي دلوقتي. من المؤكد باذن الله ان الصوت ده هيروح مع الاستعمال، الحاجه لسه جديده بس وارد حاجه زي كده تحصل. فانا مش شايف عندك اي مشكله نهائيا غير الصبر بس كده، والدنيا هتبقى حلوه وهتلاقي الصوت ده هيختفي. ده توقعي دلوقتي. طيب عايزين الكلام القاطع، ممكن تسمعنا الصوت، هسيبه لك على الجروب تحت، وعلما ان انا متاكد من توقعي باذن الله، وبعد فتره هتلاقي الصوت مش موجود، وبعدين لنا دعوه حلوه ان شاء الله. وما تنساش تعمل لنا لايك تحت يا محترم. الاستاذ احمد جبر بيقول احط زيت نوعه ايه للجنزير والزوجه كام؟ 91 يا محترم او اتقل، يعني ما تخفش عن 91. نوعه ايه يا شباب؟ في الزيت اللي بيتحط على آلة الجره والجنزير، يعني مش تشغلوا بالكم بنوع، المهم ان هو ما يكونش نوع مغشوش وخلاص، يعني مش مهم الاسم، زيت اصلي 91 او اتقل، وما تسالش على الاسم، مش مهم القصه دي، قصه نوع الزيت والحكايه دي مش مهمه شويه في آلة الجر، يعني ما تشغلش بالك بيها يا استاذ احمد. الاستاذ ابو جنى بيقول يا استاذ احمد، عايز احافظ على الشكمانات والتانك من الصدى. بيقول بالنسبه للتانك انا بخليه مليان بنزين على طول عشان ما يصديش. اعمل ايه تاني؟ في حاجه ادهنه بيها او كده؟ لا، حذاري من الدهانات والقصص دي يا محترم، مفيش كده خالص في التانك. الكربوراتور بقى هيتسد والدنيا هتتخرب، والبنزين من النوع اللي بيفك الدهانات والحاجات دي، فما فيش حاجه اسمها تدهن التانك من جوه خالص. تحافظ عليه ازاي؟ شوف، انا عايز اقول لكم حاجه يا رجاله، المحافظه على التانك انك ما تضروش، ان سبته على وضعه من غير ما تضره هو مش هيصدق. صدى التانك يا رجاله بيكون ان انت التانك فاضي معظم الوقت، في نفس فاضي بس كده، لا مش بس كده، في نفس الوقت بيتسرب اليه ميه، بتسرب اليه ميه في غسيل، بتسرب اليه ميه باي شكل من الاشكال، فهنا بيصدي. فحاول انت ما تسربلوش ميه، تمام، وما تحطش فيه خل، تمام، عشان التانك ما يصديش. يعني المقصود ما تضروش بايدك، هو مش هيصدي، هيعيش معاك العمر كله مش هيصدي، انما ابعد عن ان انت تضره بنفسك، خليه مليان بنزين طول الوقت، وانسى حكايه الصدى دي نهائي، انساها. تمام يا محترم. ده بالنسبه للتانك. عايز بقى تعمل اي حاجه، عايز تدخل منك، وده المهم بقى، عايز تتدخل للحفاظ على التانك، تركايه زياده منك كده، مفيش مانع كده تبقى تفضي التانك، ترش عليه اي مانع صدى، وموانع الصدى موجوده في السوق كتير، تمام، وبعد ما ترش مانع الصدى وتصبر عليه شويه، تبقى تدي غسله بالبنزين، تمام كده يا محترم، وتنزل. مفيش اعلى من كده حمايه. اي كلام تاني في اي حته ممكن ينفع وممكن يضر، ولو ضر هتلاقي الصدى مسك في التانك كله واتخربت الدنيا. تمام. يعني المقصود خليه مليان بالبنزين ومش تشغل بالك، مش هيصد عمرك كله. طب حصل وعايزين نعمل له حاجه من عندنا، رشه موانع صدى، تمام، ثم تصبر شويه، ثم غسيل بالبنزين وتنزل يا محترم، وانتهى امره. ده بالنسبه للبنزين. طب الشكمانات بقى برضو نفس الفكره بالظبط، مش تضره انت بايدك وهو هيعيش معاك عمره كله، بس خليك عارف ان الشكمانات دي لها عمر افتراضي، يعني هي كده كده في فايز ميه بينزل، فايز حرق بينزل، يعني هي كده كده الميه بتطولها.
تمام يا محترم. فهي لها عمر كده ولازم الصدى يبدا فيها. المهم انت ما تاثرش عمره. بس ما تاثرش عمره ازاي؟ انت برضو بتقول عايز احافظ عليه كمان من انه يتكتم، ما تحطش فيه زيت عشان ما يتكتمش فقط لا غير. مش مطلوب منك حاجه عشان ما تكتموش انك تعمل في حاجه غير كده. مش هيكتموا غير انك تحط في الزيت. خلاص كده؟ خلاص يا محترم. حاول الميه ما تدخلوش في الغسيل والحاجات دي. تمام. هو كده كده بيوصلوا ميه، بس ميه عن ميه بقى تفرق. تمام. بيوصلوا ميه من من عدم من ناتج الحرق. تمام. فخليك في الميه بتاعته الطبيعيه، هيعيش معاك عمره الافتراضي كله باذن الله. المقصود الحتتين دول مش محتاجين تدخل قوي منك يعني. لا، مفيش حاجه اسمها ان انت تعمل ايه فتقوم محافظ يا عم، عادي. هيعيش عمره الافتراضي وهيبدا يصدي معاك الحاجات دي. حاجات كده يا شباب زي الكاوتش مثلا. انا عايز احافظ على الكاوتش يا عم، هو والله مهما تعمل له ما هو مستهلك. في مستهلكات كده يا استاذ ابو جانا مهما تحاول فيها يعني. المقصود احنا ما نضرهاش بايدينا بس. فاهم؟ يعني ما نضرش الكاوتش يبقى لسه جديد واتخرم نقوم نديله خابور. لا، كده احنا بنضره بايدينا. خلي الحاجه تاخد عمرها الافتراضي بس وتعيش عمرها كامل. ما تدخلش انت تدخل سلبي او تدخل يقصف عمرها يعني. تمام. تدخل ايه في التانك اللي تدخل ايه في الشكمان اللي يقصف عمره؟ انه انت بتغسل الميه تخش. ده مش حلو خالص. بقفل عندنا فيديو الغسيل كنا قافلين الشكمانات عشان الميه ما تخشوش. حافظ على الحكايه دي. تمام كده يا محترم. ما تحطش في زيت عشان ما تكتموش. انما لو حطيت زيت مره مرتين في عمرك كده ما فيش مانع، واخد بالك؟ وما فيش داعي ما فيش مانع تبقى تنضفه مره كده ولا حاجه. فقط ما تتدخلش كتير في الحتتين دول. تانك وشكمانات ما تتدخلش فيهم قوي. الاستاذ احمد الوكيل معاه حلاوه الكانتو 200 بيقول وانا مسافر بتوصل معايا لحد 118. السرعه دي معقوله ولا فيها مشكله والسرعه ضعيفه؟ لا، انت في الرينج الطبيعي يا محترم، مفيش مشكله عندك. الاستاذ دو ات يور سيلف من السعوديه. ازيك يا محترم وازاي كل اهلنا في السعوديه عاملين ايه يا كبير؟ بيقول هو الراجل معاه بجاج 220 سي سي 2 بوجيه ضغط عالي، والراجل عمل حادثه بالموتوسيكل، ربنا يقومك ويشفيك ويعافيك يا رب. بيقول يعني كنت ماشي على سرعه قليله يا دوب طالع من المطب، كانت تقريبا السرعه 40 وعملت حادثه. عايز اقول حاجه بالنسبه للحوادث يا محترم، حادث مالهاش دعوه بالسرعه. تمام. انت لو بتجري كويس باذن الله بتكون في الامان طالما موتوسيكلك سليم. يعني الفرده ما تفرقعش، الجنزير ما يقعش، الجنزير ما يتقطعش. يعني انت مظبط موتوسيكلك وبتجري كويس في طريق مناسب. فان شاء الله الجري ما يضرش في اي حاجه باذن الله. احتماليه حوادث في الجري ما هي ضعيفه جدا، زيها زي المشي بالبطيء. واحيانا كمان في وسط العربيات لما بتمشي بطيء زياده عن اللزوم بيجي حد يخبطك من ورا. تمام. فانت لازم تكون راكب سرعه الموتوسيكل. المقصود يا رجاله هو الراجل كان طالع من المطب لسه ما مشيش ولا راح ولا جه، وكان سرعته تقريبا في رينج 40 كم في الساعه واتخبط وفيه 4 كسور دلوقتي. الف سلامه عليك. اولا الف سلامه عليك. من اصعب الاخبار اللي الواحد ما بيحبهاش خالص الموضوع ده، ومن ضمن الحاجات بصراحه اللي بتضايق الواحد من الموتوسيكلات شويه يعني. انما عايز اقول حاجه برضه، اللي في العربيات مش بعيد. تمام. فهو الراجل دلوقتي في معضله. هو الراجل بيحب الموتوسيكلات بس الاهل عنده الاب والام وكده كله بيقول له بيع الموتوسيكل، والراجل بيحب الموتوسيكل بيقول تنصحني بايه؟ لا، انصحك في الوقت الحالي، عشان الاب والام. اصل هم مش هيتحملوك تركبه تاني يا ابني. انت مش عارف احساس الاب والام ايه. الابن غالي، فاهم؟ اغلى منك على نفسك. شفت انت بتحب نفسك ازاي؟ فهم بيحبوك اكتر، فاهم؟ مش متخيلها انت يعني. فعشان قلب الناس ما يتوجعش زياده وتروح تركب موتوسيكل تاني، ما تخليش الام والاب قاعدين مولعين في البيت وفي قمه الرعب عما ترجع. لا، لازم تراعيهم في الحاله دي حقيقه يعني. لازم تراعيهم وتنزل وتراعي خوفهم وتهديهم. بلاش الموتوسيكل في الوقت الحالي خالص. عايز في وقت تاني وفي ظروف تانيه مفيش مشكله، واخد بالك؟ انا مش عشان الحادثه ولا عشان كده، مفيش حد بعيد عن الحادثه. وانت كمان ما غلطتش في حاجه. انت كنت لسه طالع من المطب جت عربيه دخلت فيك. يعني هو انت عملت حاجه؟ انت ما عملتش حاجه. القصه كلها بس عشان مراعاه للاب والام. احساسهم صعب لا يوصف ولا يطاق. لازم تراعي الحكايه دي لا اكتر ولا اقل. هم مش صح على فكره حكايه ان انت عملت حادثه فبيع الموتوسيكل. طب والله كان ممكن اكون في عربيه ويحصل الموضوع ده. تمام. كمان انا ما غلطتش في حاجه. يعني انا لو ماشي على رجلي ما كان ده نفس الموضوع. ما انت بتقول 40 كيلو، يعني اساسا لو انت واحد ماشي على رجله بيجري كان ممكن يتخبط برضه، نفس القصه بالظبط. انا مش شايف الموتوسيكل مسؤول عن الحكايه دي، انما نزولا على رغبتهم واحتراما ومراعاه لخوفهم اهدى شويه. انا شايف كده يا محترم. وسلام لكل الاهل. الاستاذ اشتراك اجباري. لا تنسى فيديوهات تعليم السواقه. والله ما انا ناسيها، والله ما انا ناسيها.
معاك على الخط، زي ما انت معايا على الخط بكومنتاتك الجميله كده، انا برضو معاك على الخط والله. الاستاذ عمرو جمال بيقول ممكن تنصحني بافضل نوع كاوتش خلفي الحلاوه اكسبريس؟ في نوع كنا عملنا عنه فيديو شورت قصير كده اسمه كيندو، النوع ده حلو والحل حلو. في ناس بتقول لك الحل مش حلو، اللي هو بتاع الحلاوه اصلا اللي جاي فيه مش حلو. لا هو مش زباله، مش وحش لا مش وحش ابدا يا رجاله الحقيقه يعني. كاوتش ظروف يعني، تمام. اتخرم كتير، اتعمل كتير بتاع فبيبوظ، ما اتخرمش بيعيش، تمام. فهو الكاوتش الحل بتاع الموتوسيكل والله مش وحش خالص، انا لو لقيته هجيبه. واخد بالك يا استاذ محترم، انا كمان بدور يعني، انا داخل على مرحله شراء الكاوتش دي زيك يعني. القصه كلها بس ان انا ايه، الوقت مش فاضي، لان انا كمان هاخد جوله اشوف ايه السوق في ايه دلوقتي برضو يعني، تمام. احنا ما بنبنيش على المعلومه القديمه، السوق بيتغير والماركات بتتغير. فانا كده ان شاء الله اساسا الوقت اللي جاي ده هيكون في كلام عن الكاوتش، لان في عمليه شراء كاوتش جايه وهنتكلم عنه كويس باستفاضه في الموضوع، وهنشوف السوق فيه ايه دلوقتي باذن الله، واحسن الموجود دلوقتي ايه، وهنتكلم باستفاضه في القصه دي. بس اصبر على لما انزل السوق كده اشوف الدنيا فيها ايه. لكن مبدئيا كده كيندو كويس والحل كويس، لقيت الحل هاته، لقيت الكيندو كويس هاته. الاستاذ عالم هشام تيوب بيقول عندي تقطيعه والموتوسيكل واقف صلانسيه. الموتوسيكل لو جديد تمام يا محترم، فدي ضبط هوا، تقطيعه وترتله كده والموتوسيكل بس. احكي لنا بس موديل الموتوسيكل عشان نبدا نفهم الموتوسيكل في حاجه بايظه ولا لا. لكن لو جديد ان شاء الله ما يكونش في حاجه بايظه يعني. موديل الموتوسيكل ونوع الموتوسيكل، وهل لما بيسخن بيبطل ولا لا. يعني القصد لما بيسخن المشكله بتتحل، ولا هو بارد وسخن في تقطيع. وهل لما بتيجي تمشي على الاولاني والتاني ماشي على الهادي العدل الهادي بيحصل تنتيش ولا لا، تمام. لان دي مؤشرات ضبط الهواء. عندنا كذا فيديو عن ضبط الهواء، اظن حضرتك علقت تحت واحد منهم، عندنا كذا فيديو كده شوفهم، هتطلع ان شاء الله بالمعلومه الاكيده يا محترم. او رد على اسئلتي وانا ان شاء الله نرد عليك في الكومنت يعني. الاستاذ تامر سليمان بارك الله فيك اخي الكريم، احلى وانت يا رب اللهم امين. تسلم يا استاذ تامر. عم محمد العجمي وعم الناس كلها بيقول الله ينور عليك وعليك يا عم محمد، الله يبارك لك. الاستاذ محمد العجمي يا شباب عنده قناه موتوسيكلات، هو شخصيه محترمه انا بحترمه الحقيقه يعني. ازاي حضرتك يا عم محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، ودايما وجودك بينورنا والله وبيسعدنا. برضه الاستاذ عز الدين بيقول الله يجازيك خير، الله يحفظك، واحلى دعوه يا استاذ عز، الله يبارك فيك يا حبيبي. الاستاذ ابو عمران بيقول لسه جديد في الموتوسيكلات، ايه افضل زيت لهوجن جامبو 150؟ هو جديد يا محترم ولا هو مستعمل؟ لو جديد المفروض يعني 15 40، انما ما بتلاقوهوش، تمام. فاستبدله ب 15 50، تمام. بس 15 50 برضه يا تلاقيه غالي يا ما تلاقوهوش برضه، تمام. فخش على 20 50 خلاص يا محترم. بس زيت موتوسيكلات يا محترم بما انك جديد اكيد الحته دي فايتاك. زيت موتوسيكلات فورتي على صوره موتوسيكل، ما تحطش زيوت على الابيض وما تشورش الميكانيكي في الزيت. وبرده الاستاذ ابو عمران بيقول هو بيستخدم زيت شيل، لو بتستخدم شيل ادفانس فورتي شغال مفيش مشكله. انما شيل بتاع العربيات اللي ناس كتير بتحطه ده واللي الميكانيكي بتلاقيه عنده وبيقول لك هو ده احسن حاجه، ده لا ما تحطوش ده الناس الجديده والله العظيم يا شباب بتتلسوع بص. الاستاذ احمد مصطفى بيقول انا سمعتك في فيديو بتقول لو بتستخدم 20 50 يستحسن ما تنزلش ل 10 40. حصل، هو ده كلام سليم يعني. انما بيقول برضه في فيديو تاني قلت ان ده احسن حاجه، احسن حاجه كان 20 50. اظنك قصدك على الفيديو بتاع سوبر موبيل لما انا بقول لك يلا يا رجاله نستخدم ده، اظن هنا يا محترم غلو الاسعار غير الكلام، فاهم يعني. انت دلوقتي ما انتش عايش في برج عاجي، او انا اللي بتكلم ده مش عايش في برج عاجي، ما الاسعار موجود والتخليقي بالكامل شغال ازاي. فاحنا بنحاول بقى بص ندور على زيت نمشي عليه نقدر نجيبه ونقدر نغيره في مواعيده خلصانه كده. فهنا بقى تقوم راشق في ايه، في 20 50. فانت لو بتستخدم 10 40 ممكن تستخدم 20 50 خلصانه كده. هتيجي ترجع 10 40 تاني لا، ما بنصحش بالحكايه دي خلاص. الاستاذ عبده عابدين بيستخدم وولف نص تخليق، انت جايبه منين ده؟ اللي هو ايه 10 40 ولا 20 50 ولا 15؟ جايبه من او هيكون 15 50 نص تخليقي؟ قول لنا بس، ابعت لنا صورته في الجروب كده نشوف ايه اللي موجود من الولف. لان في فتره كده كان الولف نص تخليق اللي هو 15 50 ما كانش بينزل، فاحنا عايزين نعرف انت بتستخدم. انا حابب اعرف يعني، وربما يكون حاجه كويسه اجيبها يعني. تمام يا استاذ عبده. عايز بتنزله على كام كيلو؟ من 1000 ل 1500 على حسب طريقه مشيك بقى محترم. في الفي ال ار 200 يعني انت ما عندكش فلتر يعني. الاستاذ حسن مصطفى بيستخدم موبيل 20 50 40، اظن يقصد موبيل الرصاص يعني اللي هو ال 40 ل 20 50. فهو بيقول دلوقتي ينفع استخدم
هو معاه هاوجي ايفو يعني، تمام. ينفع استخدم موتوسيكل لسه جديد، مش 2000 كيلو يعني زيرو يعني. ينفع استخدم 10 40 اللي هو الموبيل التخليقي بالكامل؟ اه ينفع، بس بص اقول لك حاجه، دي تركايه مهمه منك يعني. ما تجيبوش، خليك في السوبر موبيل، فاهم؟ هو ينفع تروح، بس انا اقصد الموضوع مكلف وانت ما عندكش فلتر ومش هينفع تمشي على الزيت كتير، تمام. هتنزله على كام حبه؟ اقصى 1800 ده التخليقي بالكامل، خلاص كده. من ناحيه المنفعه هو ينفع، اتفضل على سؤالك يعني. انا موتوسيكلات لسه جديده اصلا يعني، لو قديم ومشيت كتير على 20 50 ما بينفعش الرجوع شويه، انما انت لسه كانك ما مشيتش يعني. وبرضه الاستاذ حسن مصطفى، شفت لسه كنت برد عليك اهو، لقيت الكومنت الثاني. شوف سبحان الله يا اخي، مفارقه غريبه والله يا استاذ حسن. بيقول كتبت لك السؤال كذا مره وما ردتش ليه؟ يعني جبت الزيت تقريبا، يعني يقصد انه جاب الموبيل ال 10 40 التخليق بالكامل يرميه ولا ايه؟ شوف انا كنت برد والله بالصدفه اهو، ولقيت الكومنت بتاعك. المقصود يا استاذ حسن، يبدو ان حضرتك جديد معانا شويه، احنا باذن الله بنرد، ما بنسيبش حد، انما في نفس الوقت يا محترم بنراعي ظروف بعض، تمام. خد بالك الكومنت اللي انا ما ردتش عليه بتاعك ده، هو بيفضل قدامي، ما باجيش ناحيته ولا بعمل له قلب ولا بعمل له اي حاجه خالص، بسيبه. لو انا لمسته وعملت لك قلب كده بيمشي عندي، بيمشي من قدامي، بيروح في الكومنتات التي تم الرد عليها ما بفتحهاش اصلا. انا رديت عليه ده بيتنقل، انا قدامي اللي ما تمش الرد عليه. فانا لما ملمس الكومنت بتاعك اعرف انه قدامي ما مشيش، يبقى دوره جاي. لو انا عايز امشيه بعمل لك قلب او برد عليك بفيدك، خلاص بيمشي. انما في كومنتات متسابه اللي هي ما لمستهاش، والناس اللي انا ما لمستش الكومنت بتاعها بيزعلوا. طب ما هو موجود، انا مش راضي المسه، مش راضي المسه. يعني في ساعات ناس بتبقى سالت سؤال وبيبقى ناقص معلومه محتاجه اعرفها، بخاف اسالهم لو الكومنت يمشي، بخاف اقول له طب اديني بيانات كذا لو الكومنت يمشي. خلاص. فيا محترم ادونا بالصدفه اهوت، عشان ما تزعلش ادونا كنا بنرد والله. المقصود يا محترم، طالما بما ان حضرتك ممكن تكون جديد معانا شويه، احنا ما بنطنش بعض، ما فيش حد هنا بيطنش حد، احنا ناس عايشين بالاحترام مع بعض، خلاص. انما زي ما قلت لك نراعي ظروف بعض. الاستاذ ايمن همام، مكنه دار 4 ماشيه اكتر من 60,000 كيلو ما شاء الله اللهم بارك، وبيحط زيت خفيف. بيقول ينفع، بس الموتور صوته بدا يعلى يعني، ينفع احط زيت شيل احادي؟ انت بتحط زيت خفيف اللي هو ايه؟ ما تقولش خفيف وتسكت، قول لي بحط زيت خفيف اللي هو لزوجة كذا كذا نوع كذا، اقول لك كمل عليه، او اقول لك تقل يستحسن يعني، تمام. وانا شايف طالما، ما هو انت ممكن تكون بتحط 10 40، لا هقول لك تقل شويه، معروفه دي، تمام. انما لو 20 50 استمر عليه. برضه الاستاذ تامر ايشو بيقول بستخدم معاه زيت بوكسر 4 غيار 2018، موتوسيكل حالته فوق المتوسطه. يستخدم زيت ايه؟ استخدم زيت 20 50 يا محترم، دي درجه لزوجه مناسبه بالنسبه لك، زيوت موتوسيكلات 4 تي، وما تقلقش دي احسن حاجه بالنسبه لك على الوضع الحالي ان شاء الله. الاستاذ رولكس جيمنج بيقول افضل موتوسيكل للشغل ايه؟ حلاوه الكانتو 200، هوجن الاصلي، ده 4، هوجن 3 الاصل الاستيراد. بناء على الانواع اللي حضرتك حددتها، هوجن 3 الحدادي الاصلي افضلهم كشغل. الاستاذ عبده سعيد، افضل نوع كاوتش؟ حاضر، موضوع الكاوتش يا استاذ عبده احنا داخلين عليه، هنفرز السوق لان انا هشتري، تمام. فانا اساسا لازم انزل، انا مش نازل عشان يعني، انا نازل اشتري اصلا. هنفرز السوق وهنقلب وهنشوف في ايه باذن الله رب العالمين الايام الجايه دي، يعني على مدار كده ايه، تقول 6 ايام 7 كده بالكتير باذن الله، هنكون فرزنا الدنيا وهنكون جبنا كاوتش، وهنتكلم بما فيه الكفايه عن الموضوع ده يا محترم، تمام. الموضوع فعلا يهمنا انا شخصيا يعني، فانا نازل الحكايه دي السوق وهفرز والف على محلات الكاوتشات الكبيره. انا ما بخش على المحلات الصغيره بقى اقلق منهم شويه، اخش على المحلات المعتمده والموزعون والوكلاء ونشوف الدنيا فيها بالظبط، وهنجيب اعلى الماركات باذن الله. ومش هنجيب، انا في حاجه عايز اقولها، ما ينفعش نسترخص في الكاوتش، ما ينفعش، لازم نجيب افضل حاجه. كاوتش غلطته بتزعل يعني. الاستاذ مصري ام معاه موتوسيكل تي في اس، بيقول في مشكله من ان انا بستخدم 10 50. لا مفيش مشكله من الحكايه دي، شغال 10 50 يا ذوق، مفيش مشكله خالص. الاستاذ احمد انديل، زيت ريبسول جوده اس ال حلو للدو 26، ممتاز مفيش كلام يعني، زيت حلو. والاجابه هنا طبعا على اسم الزيت وعلى الجوده، على الاي بي اي وعلى اسم الزيت، لا غبار عليهم، انما الموضوع بيكون محتاج تفاصيل زياده يعني. الاستاذ صابر علي، صيانه موتوسيكل بوكسر كل قد ايه؟ الصيانه يا رجاله مش مع بعضها يعني، مش كل حاجه مش تروح قايم كده ماسك الموتوسيكل كله مصينه، لا، كل حاجه في الموتوسيكل بيبقى لها مواد صيانه مختلفه شويه، فانت دايما ايدك تكون فيه يعني زي مثلا آلة الجر دي صيانتها وتنظيفها وتشعيمها وكده معاك من 300 كيلو لحد 1000 كيلو، دي المده اللي انت بتصين فيها آلة الجر، تمام.
على حسب على حسب نوع الطريق، نوع الطريق بيفرق قوي يعني. لو مش وكمان موتوسيكل البوكسر فآلة الجر متغطيه، لا معاك لحد 1000. خلاص كده، لحد 1000 كيلو، لحد 800 كيلو، لحد 700 كيلو على حسب الارتقاء. لكن انت آلة الجر متغطيه فدي بتمد قوي في فتره الصيانه، غير موتوسيكل الصيني مكشوف من 300 كيلو بتحتاج تبص على آلة الجر تشوف تروق عليها كده ولا حاجه لحد 1000 لو لقيتها رايقه يعني. تمام، ده بالنسبه للصيانه. فكل المقصود يعني كل حاجه في الموتوسيكل، تشحيم مثلا بلي الجنوط، مثلا بلي الجنوط دي معاك من 5000 كيلو المده، كل 5000 كيلو معاك لحد 10000 كيلو. ممكن كل 10000 على حسب ايه، 5 او 10 على حسب نوع الشحم. في شحم على 5000 وعلى 4000 تلاقي خلاص البلي هيصدي والميه دخلت وخربت الدنيا. وفي نوع شحم تاني لحد 10000 كيلو وتفتح تلاقيه موجود على حسب نوع الشحم. تمام. فكل حاجه يا رجاله بتختلف شويه عن الثانيه بالنسبه لمواعيد الصيانه والحاجات دي. برضو بيقول الكاوتش بيتزود كل قد ايه؟ لا، مفيش سؤال كده، مفيش حاجه اسمها الكاوتش بيتزود كل قد ايه. الكاوتش ما بيتزودش، ما بيريحش. طب لو لقيته بيريح عندك بقى بصفه دوريه، وده الكلام اللي احنا قلناه، يبقى مخروم بس خرم بسيط خالص. يعني لو لقيته كل اسبوع كده بتلاقي الكاوتش عايز يتزود كل اسبوع، لا، الكاوتش كده مخروم خرم بسيط خالص. وخصوصا لو تيوبلس، طبعا لو شمبر هينزل اسرع من كده بكتير. انما في التيوبلس ساعات تلاقي مثلا الكاوتش كل اسبوع عايز يتزود، كل اسبوع بيبقى فيه خرام في التيوبلس كده، بص شعرايه اهي. دي تريح لك الكاوتش كل اسبوع، كل 5 ايام، كل 3 ايام. دي بيبقى ايه؟ بيبقى خرام، بس خرام بسيطه رفيعه. وتصبر انت مع الوقت تلاقي الموتوسيكل بدا يريح في فتره اقل. يعني كان بيقعد معاك مثلا اسبوع وانت خلاص بتبقى تزود وخلاص، بعد شويه تلاقيه بقى 5 ايام، بقى 4 ايام، بقى 3 ايام، على حسب ايه. بتلاقي في خرم تاني استجد رفيع برضه. تمام، تيجي بقى تكشف تلاقي 5 6 خرام رفيعين كلهم في الكاوتش التيوبس. خلاص كده. فهو يا محترم مفيش الكاوتش بالذات كل قد ايه. الكاوتش بيريح كل فتره قريبه كده يبقى مخروم محتاج يتلحم. الاستاذ روماني جيميل، ايه رايك في كيكس 2050؟ زيت كويس لا غبار عليه نهائيا. تمام، هو الزيت على الورق لا غبار عليه، ما فيش اي حاجه اقول لك ابعد عن الزيت ده نهائي. كان طلع فتره كده حد قال لك ده الزيت فيه وفيه، ما كنتش مع الكلام اللي بيقول لك كده خالص. لا، يا بعض الناس الحقيقه، في بعض الناس لبست في موتوسيكلات، كان في فتره كده كان فيها موتوسيكلات سكه في السوق كتير، وكانت الدنيا خربانه. الدنيا دي الحمد لله اتلمت شويه، ومصانع الموتوسيكلات ظبطت الكلام شويه. كان في فتره طلع موتوسيكلات مش مظبوطه خالص، وفي موتوسيكلات فوتت وكده، والناس كانت بتقول كلهم على الزيوت. لا، ما كانتش الزيوت. جيت فتره كان حد بيستخدم تكس وقال لك ده زيت كيكس طلع مضروب، ده الموتوسيكل فوت وبتاع، وانا كنت عارف والله انه مش من الزيت. وراح وهب وكلمت الشركه، والشركه قالوا له هنعمل لك تعويض، ورجعوا لحسوا كلامهم يا جماعه وما ادونيش التعويض. وانا عمال اقول تعويض ايه يا ابني؟ هو الزيت مش هيفوت لك الموتوسيكل. طب نوع موتوسيكلك ايه وبتاع؟ يطلع كان موتوسيكل مش احسن حاجه، موتوسيكل فيستك يعني. برضه طلع حد نفس الكلام قال لك ده زيت وولف التخليق بالكامل ده بيبوظ. طب انت يا ابني نوع موتوسيكلك ايه؟ والله كذا. كان برضه تمام، بس الناس ما كانتش فاهمه قصه المضروب او ما كانوش بيسمعونا. تمام، كانوا كانوا ماشيين في حته، الله يوفقهم يا رب. تمام. فقصه اللي عايز اقوله دلوقتي يا محترم، زيت كيكس ما فيش فيه مشكله منه. خلاص. الاستاذ سيد عبد المعز، ايه رايك في هوجن 3 الارنبه؟ حلوه ولا وحشه؟ حلوه، بس الحداد احسن منها.